مفيش بيت بيستغنى عن التومية، حاجة من الحاجات الجديدة اللي الولاد كلهم بيحبوها، وبتنفع جدا في سندوتشات البطاطس، الشاورما، كل الحاجات اللي بنحب ناكل جنبها صوص يبقى خفيف ويرطب علينا كده. التومية من الحاجات الحلوة دي. انا ولاء ودي قناتي، لو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. في الاول هنجيب ربع كوباية من النشا. المقادير سهلة جدا وان شاء الله موجودة عندنا كلنا في البيت. وعليهم كوباية من الحليب، وطبعا الحليب بارد او على الاقل يبقى بدرجة حرارة المكان. هنقلب النشا مع الدقيق بالشكل اللي احنا شايفينه ده لحد ما النشا يدوب تماما، وهناخده على نار متوسطة نقلب فيه لحد ما قوام النشا يتقل، لحد ما يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده وقوامه يتقل بالشكل ده. طبعا بنفضل نقلب فيه، ما بنرفعش ايدينا خالص من الحلة طول ما احنا بنقلب فيه. خلاص كده هناخده بقى ونفضيه في بولة علشان يبرد تماما. شرط اساسي لنجاح التومية يا جماعة ان الخليط اللي احنا عاملينه بالحليب والنشا يكون بارد تماما لما نيجي نضربه في الخلاط في الخطوة اللي بعد كده. خلاص بعد ما فضيناه كده هنغطي وشه بستريتش راب او بكيس بلاستيك علشان ما يعملش قشرة، وهنسيبه بقى يبرد براحته. بعد كده هنبدأ بقى في الخطوات. طبعا هو هيبرد بسرعة عشان احنا في الشتاء، فلو في الصيف وانتم مستعجلين ممكن تشغلوا عليه مروحة او حاجة. هنجيب حوالي 3/4 كوباية من المية، عليها معلقة صغيرة من الملح و3 فصوص من الثوم، وهنبدأ نضرب المكونات دي كلها مع بعض بعد ما نضيف عليها ذرة صغيرة من ملح الليمون. اقل من ربع معلقة صغيرة يا جماعة، ما تكتروش فيه. واقل من ربع معلقة صغيرة او يعني نقول ربع معلقة صغيرة من السكر. السكر هنا بيعادل طعم التومية جدا جدا. طبعا نقدر نعملها بالهاند بلندر زي ما انا مستخدمة هنا، وممكن نعملها في الخلاط، وطبعا بصراحة في الخلاط بتبقى اسهل كمان. وده خليط الحليب بالنشا اللي كنا سايبينه يبرد، هنا بقى شكله زي الجيلي اهو. ده دليل على انه خلاص برد تماما. هنضربه برضو كده مع باقي المكونات لحد ما قوامه ينعم جدا. بعد ما خلطنا المكونات جدا مع بعضها ونعمت كلها كويس قوي، هنبدأ نضيف ربع كوباية من الزيت بالتدريج. ولازم نضيفها بالتدريج، ما ينفعش نصبها كده مرة واحدة على المكونات علشان تدينا القوام الحلو اللي احنا محتاجينه. واكتر حاجة بتعجبني في وصفة التومية دي مش بس انها اقتصادية ومقاديرها كلها موجودة في البيت، ان كمية الزيت اللي بنضيفه ليها قليلة، فبالتالي ما بيبقاش فيها كالوريز كتير ولا بتكلفنا كمان زيت كتير. هي ربع كوباية هتظبط القوام معانا جدا جدا. بس طبعا شرط يكون الزيت نوع كويس وملوش طعم وملوش ريحة، علشان بجد انواع الزيت اللي مش كويسة بتفرق جدا فيها وبتبان قوي. الاضافة دي اختياري لكن انا بحبها. بنضيف معلقتين من المايونيز او معلقتين من الزبادي، طبعا بيخلوا قوام التومية في منتهى النعومة، تحفة. يا جماعة بجد انتوا لما هتجربوا الوصفة دي للتومية هتبطلوا تماما تشتروها من بره. الولاد بيحبوها قوي، وكل ما ننزل في مكان يكونوا جايبين اكل لازم يطلبوا معاه كمان تومية اضافي، وبيدفعوا طبعا فيها فلوس كتير، وبتبقى عبوة صغيرة جدا. في المرحلة دي بعد ما خلصناها بقى نقدر نخليها تومية سادة كده زي ما احنا عايزين. بصوا بقى القوام المظبوط ليها زي ما انا بوريكم كده، نلاقي صباعنا عمل خط كده في المعلقة لما نيجي نختبرها. في المرحلة دي احنا خلصناها، نقدر ناكلها تومية سادة خالص كده، ونقدر نقسمها نصين، جزء سادة وجزء التاني نحط عليه هريسة شطة. بتطلع تومية حارة خطيرة يا جماعة وطعمها خطير. بصوا كده القوام الكريمي حلو قد ايه. طبعا في اليوم ده انا كنت عاملة سندوتشات كده شاورما سوري، وكمان العيش السوري ده انا عاملاه في البيت. هسيب لكم لينك الفيديو بتاعه تحت في صندوق الوصف. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم.